طبعا كلكم عارفين إن العيلة هي أهم الحاجات اللي بيمتلكها الإنسان، واللي مش بيقدر يستغنى عنها مهما حصل. هتعمل إيه لو قلتلك إن واحد اتجردت منه معالم الإنسانية، إنه خلص على أسرتك بالكامل وجه يقف قدامك بكل سذاجة وسعادة من اللي عمله؟ وقتها ما يكونش الإنسان ده إلا مريض نفسي. وده اللي حصل بالظبط في حادث مجزرة ميناء أرثر باستراليا. ايه القصة بالظبط؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. بسم الله نبدأ. والمجزرة دي اتصنفت على إنها أسوأ مجزرة حصلت في استراليا. لكن تعالوا نتكلم عن مارتن براينت، مرتكب الحادثة دي واللي غيرت مفهوم الحياة في استراليا بالكامل. يوم 7 مايو 1967 اتولد طفل اسمه مارتن، وكان والده ووالدته فرحانين بيه جدا لأنه الطفل الأول ليهم. لكن للأسف فرحتهم ما كملتش، لأن مارتن لما بقى عنده 4 سنين والدته كانت بتلاقي ألعاب ابنها متقطعة ومرمية على الأرض، وده اللي خلاها تقلق شوية على ابنها. ومش هي لوحدها اللي اكتشفت تصرفاته الغريبة دي، ده الجيران كمان اكتشفوها، وكانوا بيلاقوه دايما بيعمل تصرفات غريبة ومخيفة في نفس الوقت. ومن ضمن تصرفاته المخيفة دي إنه حاول يغرق طفل لما كان بيلعب مع أصحابه في النهر، وقام سحب قناع التنفس اللي كان لابسه ساعتها، وده اللي كان هيخليه يغرق لولا إن أهله شافوه وقاموا أنقذوه. ده غير إنه كان بيقطع الشجر في منطقته، وكان بيعذب الحيوانات كمان. وكان في المدرسة كان بيتعرض للتنمر كتير، وكان بيتخانق دايما مع زمايله. والمدرسين بتوعه لاحظوا عليه إنه بيقعد دايما مع نفسه وبيتكلم كتير، وأحيانا بيشوفوه بيضحك مع نفسه بدون أي سبب. وعشان كده قررت إدارة المدرسة بفصله، وأهله قرروا ياخدوه لدكتور نفسي عشان يتعالج. وبعد سنة تقريبا رجع مارتن للمدرسة، وده كان بنصيحة الدكتور اللي بيعالجه. لكن مفيش فترة قصيرة ورجع مارتن لأسلوبه المتدني تاني، وكان بيضرب زمايله الأصغر منه وبيتنمر عليهم دايما. لكن لما وصل 16 سنة كان والده بيعامله كويس، وكان بيحبه جدا وما كانش بيعاقبه تماما. وكعادة دول الغرب إنهم بيطردوا ولادهم لما بيوصلوا 18 سنة عشان يعتمدوا على نفسهم ويدوروا على شغل. لكن والد مارتن عمل العكس، ما طردش ابنه وما خلاهوش يشتغل ولا يعمل أي حاجة. بالعكس، ده كان هو اللي بيصرف عليه وبيجيب له كل اللي عايزه، لكن سمح له يشتغل شغل بسيط كده عشان يسلي نفسه، وإنه يقصر العشب بتاع الجيران اللي جنبهم مقابل أجر بسيط جدا. وفي يوم اتفق مع سيدة غنية كان عندها 54 سنة وكان اسمها هيلين، واللي كانت بتعيش مع والدتها، واللي شغلوا مارتن عندهم عشان يأكل القطط وكلاب الحراسة وكده يعني. وبعد فترة اتوفت والدة السيدة هيلين، وارتبطت السيدة هيلين وتعلقت بمارتن جدا لدرجة إنها ما كانتش بتحرمه من أي حاجة. ولارتباطها الشديد ليه ده اشترت له 13 عربية مختلفة عشان بس عجب الأستاذ مارتن. قوم طفي النور كده وجهز لي عشان هنا هيبدأ الأكشن. وفي يوم كتبت في مذكراتها جملة كانت مخيفة شوية، لأ كانت مخيفة كتير بصراحة، واللي كان قالها لها مارتن قبل كده. وكتبت: أيها الرب، احمي مارتن من أي تقلبات في حياته. إن هذا الصبي قال لي أنه يرغب بارتكاب مجزرة وقتل الناس. ستكون كارثة لو أن هذا الصبي غاب عن نظر والديه. وبعدها هيلين اشترت مزرعة كبيرة وخدت معاها مارتن بعد ما استأذنت والده ووالدته طبعا عشان يشتغل فيها. فكان الصبح بيونس السيدة هيلين اكمنها سيدة كبيرة وكده يعني، وبالليل كان بيوقف حارس على المزرعة. وفي يوم هيلين ادت لمارتن بندقية هوائية عشان يستخدمها في حراسة المزرعة، وخافت انها تديله بندقية حقيقية عشان ما يعملش بيها الكلام اللي قاله لها قبل كده. وبعدها مارتن اطلق النار على مجموعة سياح
وكانوا واقفين بيشتروا تفاح من المزرعة. ده غير إنه كان بيطلق النار على أي كلب بينبح عليه، وقتل حيوانات كتير بالطريقة الوحشية دي. وده اللي خلى السيدة هيلين تاخد البندقية منه. وفي 20 أكتوبر 1992 هيلين ومارتن عملوا حادثة على الطريق السريع، ومن فظاعة الحادثة دي اتوفت السيدة هيلين. لكن مارتن بقى جت الإسعاف وخدته للمستشفى، وكانت حالته حرجة جدا، وقعد 6 شهور في المستشفى. والشرطة لما حققت في الموضوع لقت إن مارتن هو اللي كان مسؤول عن الحادثة دي، وخصوصا إن السيدة هيلين قبل ما تموت قالت لجيرانها إن مارتن الله يحرقه كان بيحب يمد إيده على طارة القيادة وياخدها منها حتى لو العربية كانت بتمشي بسرعة كبيرة، كان بيستخف دمه، فاهمين؟ لكنهم ما قدروش يعتقلوه عشان مفيش دليل واضح ضده. وعموما السيدة هيلين قبل ما تتوفى بفترة كتبت لمارتن 363 ألف دولار، ده غير الممتلكات اللي كتبتها باسمه واللي كان منها كانت جزء من المزرعة. ونظرا لحالته العقلية فانتقلت الوصية لوالده، واللي أصبح غني بفضل كرم السيدة هيلين. وموريس والد مارتن كان بيحلم إنه يمتلك فندق عائلي على شاطئ الجزيرة، وحلمه ده اتأخر بسبب مارتن اللي كانت فلوس والده كلها بتضيع على فواتير العلاج والأدوية بتاعته. لكن هنا تحصل المعجزة وتجيله الفرصة عشان يحقق حلمه. وفي المدينة اللي هم مقيمين فيها كان في زوجين اسمهم ديفيد ونيولين، واللي قرروا يخربوا حياة موريس ويقضوا على حلمه تماما، وخططوا لشراء شركة اسمها سي سكيب، ودي اللي كان موريس بيخطط انه يشتريها. وفعلا اشتروها فورا بدون اي تردد، وصاحب الشركة قال لهم انها محجوزة، وقرروا دفع ضعف الثمن اللي عرضه موريس. وحاول اكتر من مرة انه يرجعها، وعرض عليهم اضعاف سعر الشركة، وهم رافضين تمام الرفض وحالفين يخربوا حياته، لحد ما يئس موريس من محاولاته الفاشلة، وفي الآخر انتحر ومات مشنوق. وموت والد مارتن أثر فيه جدا لأنه كان سنده في الحياة. لكن في حاجة كانت بتغضبه دايما، وإن الزوجين دول قرروا يستفزوه، وكانوا دايما بيعدوا من الطريق اللي قدام المزرعة كل يوم، وكأنهم مش ندمانين على اللي عملوه في والده. واللي يستفزك في الموضوع إنهم لما افتتحوا الفندق العائلي بتاعهم حطوا الإعلانات بتاعتهم حوالين المزرعة اللي انتحر فيها والد مارتن، وقعدوا على الحال ده لفترة كبيرة. وما استحملش مارتن الموضوع، وقرر إنه ينتقم لوالده،